السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي؟ وكيف حالك يا أختي؟ كيف حالك مع الله؟ أجبني ولا تكذب. حالي مهموم، مخنوق، الدنيا وحشة معاك. ها كمل، وإيه كمان؟ متعلق بحد ومش عارف حتى تنساه، هو بعيد عنك. بتحلم بوظيفة مستنيها وبقالك فترة طويلة جدا بتسعى ليها وانت مش طايلها. حاسس ان حياتك واقفة والدنيا مش احلى حاجة في حياتك. حاسس انك لوحدك. طب انت تعرف ان عيب علينا لما نضعف ونيأس وربنا سبحانه وتعالى موجود. ربنا سبحانه وتعالى عارف ويعلم بكل اللي انت فيه وانا فيه من قبلكم، بس للأسف كل اللي احنا فيه ده والله العظيم ان احنا بسبب ان احنا تعدينا حدود الله. لأن سبحانه وتعالى قال في كتابه: ومن يتعد حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. نعم والله من يتعد حدود الله لا يظلم إلا نفسه، ولكن سبحانه وتعالى من رحمته علينا قال في آخر الآية، وهي من أكثر الآيات اطمئنانا لقلبي واطمئنانا لكل من ضاق به الحال وصعب عليه الأمر. قال سبحانه وتعالى: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. الله ما أعظمك يا ربي، والله الذي لا إله إلا هو. لو تمعنا تلك الآية لوجدنا فيها قمة الراحة. وبعدين سبحانه وتعالى قال، بص كده وركز معايا وافهم كويس، افهم إن سبحانه وتعالى يعلم بكل اللي انت فيه. قال أيضا: ومن يتق الله هتعمل لي ايه يا رب؟ هعمل لك حاجات كثيرة جدا، هعمل لك اللي نفسك فيه سبحانه وتعالى. قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا من الهموم والغموم والكربات. ولسه كمان والله تقوى الله بتدي لك حاجات عظيمة جدا. قال أيضا: ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني كمان بتجعل لي مخرجا وكمان من الهموم والأحزان والكربات وكل حاجة وحشة بتحصل لك في حياتك سبحانه وتعالى. يرزقك من حيث لا تعلم سبحانه وتعالى. ما أعظمك يا ربي. ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومش بس كده، قال لك إيه؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. سبحان الله، والله ما أجمل هذه النعم التي ينعم الله بها علينا سبحانه وتعالى. حقا والله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.